وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامجكم فضفضة. دايما بقول إن أكيد كل واحد مننا بتكون عنده مشكلة. المشكلة دي بتكون وجعانة، وأحيانا مش بنلاقي حد نفضفض معاه. علشان كده البرنامج ده معمول عشانكم، علشان نفضفض مع بعض ونحاول نوصل في النهاية لحل المشكلة، علشان في الغالب مفيش مشكلة ملهاش حل. مشكلتنا النهاردة وصلت على صفحة البرنامج لسيدة بتقول: أنا زوجة لطفلين في مختلف الأعمار، متجوزة بقالي 12 سنة. في ال 12 سنة دول ما كانش بيعدي يوم إلا ما يكون فيه مشكلة، لدرجة المشاكل دي أثرت على أولادي. للأسف مفيش تفاهم نهائي، أسلوبه وطبعه غريب جدا، أناني بطريقة لا تصدق، ما بيحبش إلا نفسه. تصدقوا بيزعل قوي لما بفرح أو أحقق أي نجاح عملي، على طول بيدمر أي نجاح أنا بحققه، مفيش كلمة تكبر بخاطري. ده حتى ممكن يحرجني قدام أي حد، بقيت بخاف أتكلم، أعزلني عن العالم، مش حابب أي تواصل اجتماعي، يعني لا نعرف حد ولا حد يعرفنا. أما الأمان مفقود جدا، وعنده شك في كل حاجة. أقول لكم على حاجة، الكذب عنده أسلوب حياة بمبرر أو بدون. مش عارفة أقول إيه غير حقيقي أنا زهقت جدا ومحتارة، مش عارفة أعمل إيه. ببكي على العمر اللي بيضيع ده، حتى الضحكة بقت مصطنعة. أولادي صعبانين عليا، متدمرين نفسيا، مفيش يوم كان بيعدي إلا وتربى فيهم الخوف من المشاكل. حياتي كلها ضغوطات تحت مسمى ما تخربيش على نفسك، ما تخربيش على بيتك. وعلى فكرة اديته فرص كتير جدا، مفيش فايدة. الطبع غلاب وزهقت من الانتظار، امتى يجي بكرة؟ اعمل ايه؟ العمر بيجري، وانا دلوقتي بقى عندي 35 سنة. طبعا المشاكل دي مش اول مرة تقابلنا، في سيدات كتير جدا واجهتهم المشاكل دي. انا هقولك على الحل، ولكن بعد الفاصل. استنونا، اوعى تروحوا في اي حته. كل حكايه بيبقى جواها 1000 حكايه بتبقى وجعانه، ومش بنلاقي حد نفضفض معاه. في برنامجكم هنفضفض مع بعض، واكيد هنلاقي حل للمشكله. استنوني انا اماني السيد في برنامجكم فضفض. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنرجع لصاحبة المشكلة وهقولك على الحل. عارفة انك شريكة في المشكلة دي؟ ايوه، انت شريكة في المشكلة دي، ولو هو غلطان فانت جزء كبير جدا من غلط. واضح جدا من كلامك انك قدمتي تنازلات كتيرة جدا. قاعدة السنين دي كلها منتظرة ايه؟ منتظرة انه يتغير؟ ده انت اديتيله السلاح اللي يقتلك بيه، وهو صمتك على أمل إنه يتغير. يعني فقدت الأمان معاه ومستنية التغيير؟ يعني فقدت معاه الإحساس بالثقة ومستنية التغيير؟ إزاي استحملت كل ده؟ طفيت نفسك مع الراجل ده كل ده ومستنية التغيير؟ الرجولة يا أستاذ هي التضحية، هي تحمل المسؤولية، هي إنك تكون قائد وحكيم في بيتك. الرجولة هي جبر الخواطر اللي وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجولة هي الإخلاص والتسامح. الرجولة هي الصدق. وللأسف زوجك تنحى عن كل ده، يعني من الآخر تنحى عن الرجولة اللي المفروض بتستمد منه الثقة والنجاح والدعم. فوقي لنفسك قبل فوات الأوان، اتشجعي، قولي لنفسك كفاية قوي لحد كده. خدي أولادك في حضنك، دعميهم بقوة، بصي لنفسك، اشتغلي، اثبتي ذاتك، خلي قدامك هدف معين وهو النجاح، والأهم من ده رعاية أولادك. امسحي دموعك، اتفائلي بالحياة. لازم تزرعي في نفسك الثقة، لازم ترددي وتقولي أنا قوية، انت ناجحة. خلي عندك عزيمة، واوعي تستسلمي.
أتمنى أكون قدرت أساعدك على حل مشكلتك، وما تنسيش تبعتلنا الطمنين عليكي. شكرا ليكم أعزائي المشاهدين، وشكرا على حسن المشاهدة. وأحب أقول اللي عنده مشكلة يبعت لنا على صفحة البرنامج اللي قدامكم على الشاشة، وما تنسوش تشتركوا في القناة على الرابط اللي يظهر قدامكم على الشاشة. أشوفكم على خير وثقة ونجاح.